امبارح كان اول مباراه للنادي الاهلي في امريكا استعدادا لبطوله كاس العالم للانديه. مباراه جمعت بين النادي الاهلي وباتشوكا المكسيكي. رغم خساره النادي الاهلي امبارح المباراه، جمهور الاهلي فرحان بالصفقات الجديده اللي شافها امبارح في ارض الملعب. فمع الظهور الاول امبارح لكل من زيزو وتريزيجيه واليو ديانج وحمدي فتحي وكمان محمد علي من رمضان واحمد رمضان بيكهام، فجمهور الاهلي امبارح كان فرحان. لكن في نفس الوقت جمهور النادي الاهلي قلق من بعض الحاجات امبارح، وهي اهمهم خط دفاع النادي الاهلي اللي امبارح كان بيتضرب بكل سهوله. فرغم كل الصفقات الجديده وكل اللعيبه اللي لسه ذاكرينها من شويه، لسه تحس ان في مشكله برضه في خط دفاع النادي الاهلي. شفنا الفريق المكسيكي بيوصل بكل سهوله لمنطقه جزاء النادي الاهلي في وضوح تام ان في مشكله في خط الدفاع، ان كان في الشوط الاول او حتى في الشوط الثاني. شفنا الشناوي امبارح شال اكتر من فرصه، وشفنا برضه شوبير بيشيل واحده مع بدايه الشوط الثاني وبيقول للجمهور انه لسه في مستواه. فالنادي الاهلي في بطوله كاس العالم مشكلته الوحيده هتبقى في خط الدفاع. فانت على مستوى مركز زي حراسه المرمى عندك حارس بخبره الشناوي وموهبه زي موهبه مصطفى شوبير، ومع نص ملعب قوي بيضم لعيبه زي امام وبن رمضان وحمدي واليو ديانج وقفشه ومروان عطيه، وكمان مع هجوم النادي الاهلي الكاسح بقياده تريزيجيه وزيزو وبن شرقي ووسام وطاهر وجراديشار وحسين الشحات. كده ما يبقاش فاضل غير خط الدفاع. ومع وجود لعيبه ممتازه في خط الدفاع، لكن دايما دفاع الاهلي بتحس ان هو بيتضرب بكل سهوله. هل النادي الاهلي يقدر يصلح الموضوع ده خلال الايام الجايه قبل البطوله؟ هو ده اللي هنشوفه مع اول مباراه للنادي الاهلي في كاس العالم. كل التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله يظهر باداء مشرف كالعاده.